حرب كبيرة ضروس لا تزال متواصلة داخل دواليب الاتحاد الافريقي لكرة القدم بين شكون؟ بين فوزي لقجع اللي راهو حاب يولي اون فورس، وبين ايضا باتريس موتسيبي اللي راهو غاضب جدا من رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم. علاش؟ بسبب كأس افريقيا للسيدات اللي كان راح تنطلق يوم 17 مارس. لا دات هي لكن كانت راح تلعب في المغرب. لحد الآن لن تلعب في المغرب في انتظار البيان الرسمي. كاين امور بزاف راهي صاريه داخل الكاف بين موتسيبي وبين اطراف ما زالها حابه تعاود ترجع فوزي لقجع لمكانته قبل ما يصراو العقوبات، قبل ما تصرى الفضيحه في كاس افريقيا. لحد الان الامور ما راهيش واضحه. بعض المصادر اكدت لنا انه كاين اطراف حابه تعاود ترجع رئيس الجامعه المغربيه لكره القدم للمكانه تاعو، لكن شكون راهو يعرقل فيه؟ راهو يعرقل فيه باتريس موتسيبي اون بيرسون. سبحان الله سبحان الله، صديق الامس عدو اليوم. شوف تقاطع المصالح كيفاش تكون، يكونوا زوج تمشي الامور ما بيناتهم بشكل عادي، ثم غير تتقاطع المصالح تاعهم يبداو المشاكل. هذا اللي راهو صاري بين لقجع وبين باتريس موتسيبي. شفنا نائبة الوزيرة تاع جنوب افريقيا اللي قالت انه كاس افريقيا للسيدات راح نحتضنوها حنا بلا ما تعطي تفاصيل اخرى. راحوا يتجروا، قال لك لا قالت في حال هي كان واضح التصريح تاعها، ومن بعد بروا لها في جنوب افريقيا لانهم ما زالهم لحد الان بعض الاطراف راهي حابه تعاود تجمع موتسيبي بفوزي لقجع، لانه فوزي لقجع حسب الاخبار التي وردتنا ما خلالوش الموتسيبي والاتباع تاعو بعد العقوبات اللي كانت من لجنه الانضباط للاتحاد الافريقي لكره القدم على المغرب تاع نهائي كاس افريقيا، والتي انصفت الاتحاد السنغالي والمنتخب السنغالي خاصه بابي تياو اللي شافوا انه طيح بالمغرب والمغاربه والمنتخب وكره القدم الافريقيه في عقر دارهم. هذا رايهم طبيعه الحال ويتحملوا مسؤوليته. لكن الان الامور كيفاش راهي في الاتحاد الافريقي، خاصه ان العصا راهي كبيره بزاف من الاتحاد الدولي لكره القدم. لانه علاه عسوهم ضغطوا عليهم وبعد داروا قرارات كما هذه، من بعد ما زال راهم يعسوا فيهم، ما زال الرقابه، ما زال عين الاطراف الفاعله في الاتحاد الدولي لكره القدم موجهه نحو من؟ موجهه نحو الكاف ورئيس الكاف وبعض الاطراف، خاصه الامين العام اللي تعرفوه كامل اللي هو فيرون ديجا اصلا السن القانونيه تاعو تجاوزها. السن القانونيه تاع فيرون باش يكون امين عام للاتحاد الافريقي تجاوزها في اكتوبر اللي فات. واش راهم يستناو باش ينحيوه ويبدلوه؟ مازال هنا كاين بزاف مناصب، كاين المنصب تاع فيرون، كاين المكانه تاع فوزي لقجع راهم حابين يديوها بعض الاطراف، ماشي فهموني ماشي خيرا في كره القدم الافريقيه، ماشي باش يطوروا كره القدم الافريقيه، لا باش يعيثون فسادا مرة أخرى. سيزون 2 تاع مسلسل طويل تاع الفساد والفضائح والمهازل في كرة القدم الإفريقية حابين يكملوا فيه. سبحان الله، شوف الناس كيفاش تخمم في كرة القدم الإفريقية. الناس تطور كرة القدم تاعها والناس تجيب الجديد والناس تدير المصداقية والشفافية. هما شوف التفكير كيفاش راهو. كاين ناس اطراف مازالها تطبع فوزي لقجع، راهم حابين يعاودوا يصالحوا ما بيناتهم ديسكريتمون بيان سور، يعني متخبيه بلا ما يديروا ضوضاء وبلا ما يبينوا، لانه هذا الامر ما يساعدهمش. لازم تقعد الامور خفيه باش يقولوا هادو هما المغرب اللي كنتوا تقولوا شادين ودايرين ويجيريو وهم ضربوهم بعقوبات. هذه احنا هذا الفيلم احنا نعرفوه ورانا حافظينه. هاد الاطراف راهي حابه ترجع المياه الى مجاريها بين موتسيبي وبين فوزي لقجع وحده. كاين اطراف واحده اخرى سبحان الله حابه تدير واحد اخر، وبنسبه كبيره حابين يطبعوا عبد الله فال بعد التصريحات تاعو وبان لهم جريء وبان لهم شجاع، حابين يديروا هو القريب تاع موتسيبي باش يعاود يجيري الامور وعاد يحكم كره القدم الافريقيه بالقبضه تاعو ويجيريها كما كان يجيري فوزي لقجع. هذا الاتباع تاع فوزي لقجع ما راهمش قابلينه جمله وتفصيلا. كاين برات فير كبير بين هذه الأطراف اللي راهي تتضارب في هذه الساعات وفي هذه الأيام من أجل إعادة هيكلة
كرة القدم الإفريقية على المقاس، كان يقول على المقاس معناتها على حسب هواهم، على حسب الأمور اللي تساعدهم وتمشي الأغراض تاعهم وتمشي الأمور تاعهم. لكن الآن الأمور متوقفة، الامور متوقفه. على بالي بلي كاين الناس بزاف راح يسقسيوني ابراهيم وما محل الاتحاديه الجزائريه لكره القدم ووليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري من الاعراب في كل هذه الصراعات داخل الكاف؟ دوك نجاوبكم. قبل ما نجاوبكم نروحوا للحاجه اللي راهي تعرقل كل هذه الامور داخل الكاف، هي كاس افريقيا للسيدات. البيان هذاك تاع جنوب افريقيا اللي قالوا فيه في الساعات الماضيه انه تصريحات نائبه الوزير انه كانت تقول انه في حال ما المغرب لم يستضيف رانا واجدين، هي نوت التصريحات تاعها كانت واضحه، جنوب افريقيا ستستضيف. كاين ناس واحد اخرين راهي اتصالات كثيره جدا بين موتسيبي بين القجع والاطراف الفاعله والاطراف اللي حابه تحكم المونوبول في الكاف، راهي حابه تعاود تجمعهم، تقول لك كي لا جمعتهم نديروا كاس افريقيا بشكل عادي ونضربوا كل الاطراف اللي راهي زعما تهضر من هنا ومن هناك بانه المغرب عادي جدا وتستضيف كاس افريقيا للسيدات في 17 مارس. هذه الاطراف هذا هو الهدف تاعها، هي اللي خلات وزاره الشباب والرياضه في جنوب افريقيا باش تدير بيان وتقول انه لا، الوزيره ما قصدتش انه راح ينظموها رسميا. الوزيره تقول على حساب تاعهم بطبيعه الحال انه في حال ما المغرب رمى المنشفه وما استضافهاش حنا رانا واجدين. هي قالت حنا راح نديروها. شوف الاطراف هذه كيفاش راهي تعمل واش راهي دير. من جهه اخرى ما زالت ضغوطات رهيبه جدا على فوزي لقجع في بلاده. كاين 70% راهم يطالبوه بالرحيل، كاين 40% اللي راهم يخدموا معاه. وعلى بالكم واش راني نقصد كي نقول يخدموا معاه؟ واضحه الامور، راهم يطالبوا ويوهموا الشعب تاعهم والجمهور تاعهم انه كره القدم المغربيه بلا فوزي لقجع ما تسواش. هذا الامر هذه اللي راهم حابين يمشيوه ويدخلوها في رؤوس المتابعين تاع كره القدم المغربيه، راح حابين يفهموهم ويضغطوا عليهم بطريقه قويه انه فوزي لقجع هو الكل في الكل في كره القدم المغربيه، وانه بلا هذا الرئيس كره القدم المغربيه ما تمشيش. راهم يتجبدوا يقول لك في سنه كذا منذ وصول لقجع ها واش درنا ها واش حققنا كذا وكذا. زيدوا قولوا لهم شحال صرفوا، زيدوا قولوا لهم شحال صرف فوزي لقجع، زيدوا قولوا لهم الامور السلبيه اللي صرات، زيدوا قولوا لهم كاس افريقيا والفضائح والمهازل اللي صراو، زيدوا قولوا لهم واش دار في لاكوب دافريك بالحكام والاخر. لو كان خلى الامور الرياضيه، لو كان رئيس جامعه مغربيه يعرف كره القدم مليح ويمشي الامور بشفافيه، لو كان الامور ما وصلتش لهذا الوضع. لانه العقوبات اللي صرات على المغرب وعلى المنتخب المغربي واللاعبين تاعو والعقوبات الماليه بعد كاس افريقيا تستدعي امر واحد فقط: اقاله فوزي لقجع مباشره بلا ما تسقسيوا بلا ما تشوفوا موراكم. هنا شوف سبحان الله 40% هذوما ولا 30% المحسوبين على فوزي لقجع واش راهم حابين يديروا في المغرب، عاودوا يحبوا يردوه اون فورس في المغرب، يردوه وكأنه بلا به كرة القدم المغربية ما تمشيش. وهذا الناس بمعية أطراف أخرى راهم حابين يعاودوا يردوا كما قلت لكم المياه إلى مجاريها بين لقجع وبين موتسيبي، وحابين يعاودوا يولوا إلى فترة ماضية ويعاودوا يتجاوزوا المشاكل ويقولوا أنه نو صارت. علاه صارت؟ لأنه أطراف فاعلة في الاتحاد الدولي صارت بإيعاز من جياني إنفانتينو. جياني إنفانتينو اللي كان صديق لقجع المقرب ويمشي له في كل شيء، كل حق الموصل الأعظم والحق تقاطع المصالح اللي أمور تقيسه هو خلى المغرب في مقتل، ضرب فوزي لقجع في مقتل. هذه هي الأمور اللي صارت. لكن دوك المشكل كاين حرب وموتسيبي راهو غاضب جدا من فوزي لقجع. اسك هاد الناس راهي قادرة ترجع الأمور إلى نصابها بين الرجلين؟ هذه وحدة. اسك الأمور ستعود إلى نصابها أيضا بين إنفانتينو وبين لقجع وبين موتسيبي؟ حتى إنفانتينو ما راهوش يضوي ما راهوش يشوف. هذه هي الأمور. حتى إنفانتينو قريبة راح فيها بسبب المهازل تاع كاس افريقيا اللي كان مغمض عينه عليها. حتى إنفانتينو قريبة راح في الجرة بعد يعني طالبات الناس يعني نافذة وقوية في كرة القدم الإفريقية، طالبت بمحاسبته على وش صرا في المغرب، لأنه كان حاضر وكان شاهد وشاف بعينيه وسكت. حتى الفيديو اللي خرجوه له ما خرجوهلوش هكذاك برك،
الفيديو شكون كان؟ رئيس الاتحاد الدولي واقف شايد ستريكو تاع المغرب في يدو، معاه فوزي لقجع والطاقم الفني واللاعبين، لافي تاع لا فينال تاع كوب دافريك. شكون خرجوا الفيديو هذاك؟ لو كان ماشي الناس بايعاز من فوزي لقجع باش يضغط عليه، خرجوا له فيديو كيما هذاك، سي بون، ما قدرش يهضر، ما قدرش يزغد، ما قدر يقول والو. هذا هو على بها دوك الامور راهي مكهربه بين لقجع، بين انفانتينو وبين موتسيبي. اسك راح تولي كاين ناس نافذه راهي تخدم، لانه المصالح تاعها راحت في كيل الزيت، المصالح تاعها راحت يعني كما يقولوا في 60 داهيه. ما تساعدهمش هذه الوضعيه لانهم فاسدين، ما تساعدهمش هذه الوضعيه لانه هذه الوضعيه ما تمشيش المصالح تاعهم وما تمشيش الاعمال تاعهم، لانهم مدخلين البيزنس والمصلحه الشخصيه في كره القدم الافريقيه. فهمتوني دوك واش راني نقصد؟ فهمتوا واش راهو صاري الان في دواليب الكاف؟ هذا واش راهو صاري، حرب طاحنه في الاتحاد الافريقي لكره القدم. سبحان الله، حرب طاحنه في الاتحاد الافريقي لكره القدم بسبب الزعامه، بسبب المصالح الشخصيه. ما كاين اي حاجه تخدم كره القدم الافريقيه، والو ما كاش كما تخمم، ما كاش. هذا واش صاري. موقف الاتحاديه الجزائريه لكره القدم بقياده وليد صادي حسب الاخبار اللي وصلتنا من مصادر يعني قريبه من الكاف، راهي تترقب. تقول لي كيفاش تترقب؟ راهي تترقب من بعيد، راهي تشوف الامور وين راهي. عندهم الناس اللي يديروا فيهم ثقه داخل الكاف، الناس هذه اللي يدير فيها ثقه داخل الكاف الاتحاديه الجزائريه لكره القدم هما تاني راهم يترقبوا، ماشي من بعيد من قريب، راهم حابين يديروا ناس يصلحوا في كره القدم الافريقيه، الناس يضربون بيد من حديد في كره القدم الافريقيه. راهم يستناو، والاتحاديه الجزائريه لكره القدم بقياده وليد صادي، وعلى بالنا انه وليد صادي راهو في المكتب التنفيذي تاع الاتحاد الافريقي لكره القدم، راهو يترقب. الموقف تاع الاتحاديه الجزائريه واضح، خدمه كره القدم الافريقيه وعدم اللعب بمصالح كره القدم الافريقيه وتفادي الالاعيب وتفادي المهازل وتفادي الفضائح. ما راهمش حابين يطلع واحد فاسد، ما راهمش حابين موتسيبي يواصل الطريق تاعو ويعاود يخمس من جديد مع فوزي القجع. الامور هذه واضحه، والاتحاديه الجزائريه لكره القدم الموقف تاعها واضح في هذه القضيه، تترقب من بعيد. وكاين امور في وقتها راح نهضروهم بطبيعه الحال. هنا واش نقدروا نقولوا فكره عامه على كامل واش قلناه. الفكره العامه على كامل واش قلناه انه هاد كوب دافريك تاع السيدات اللي دوك شحال رانا لو 3 فيفري فيه شحال يا ربي، غير قول خلاص فيفري يجوز بالخف يبدا مارس. هذا الفتره تاع العشر ايام الجايه تاع شهر فيفري راح تكون حاسمه في اعاده هيكله الاتحاد الافريقي لكره القدم والمقربين من موتسيبي، والمقربين ايضا من محيط الناس اللي راهي نافذه وتدير القرارات في الكاف. لانه الى ترسم، انا يقول ترسم بالبيان الرسمي، البيان الرسمي من الكاف انه المغرب لن يستضيف، وانه فيه عقوبات في حق المغرب، وانه جنوب افريقيا هي اللي راح تستضيف كاس افريقيا للسيدات. اذا خرج قرار كما هذا ديروا في بالكم انه الامور خلاص رسميا بين لقجع وبين موتسيبي. هنا مازال ما داروش البيان الرسمي، راهم حابين يعاودوا يسلكوا الامور ويعاودوا يضبطوا الامور ويعاودوا يردوا المياه الى مجاريها بين هاد الزوج. وإلا ولات نقدر نقولوا انه المغرب راح تدير، والمغرب ايضا لحد الان مازال ما داروش بيان باش يشوفوا المصالح تاعهم وين. ما كاش النيف والكرامه هذيك تلقاها عند الجزائري، النيف والكرامه والهذيك عزه النفس هذيك تلقاها عند الجزائري، ما تلقاها عند حتى واحد. المغرب دوك ما تهمهم حتى حاجه، تهمهم المصالح تاعهم. اذا شافوا انه المصالح تاعهم تمشي باستضافه كاس افريقيا للسيدات واعاده الامور الى مجراها بينهم وبين موتسيبي والاطراف الفاعله يديروها، ما عندهم حتى والله ما سامعين والو، لا نيف لا كرامه ولا هم يحزنون فوزي القجع والو. هذيك تلقاها عند الجزائري بسم الله ما شاء الله، بلد المليون ونصف المليون شهيد، لا ناس واحد اخرين والله ما تهمهم حتى حاجه. هذه هي الامر، وهذه هي خلاصه القول، وهذه هي يعني الامور كيف راهي الان في انتظار كاس افريقيا للسيدات. البيان الرسمي من هنا ومن هناك وين راح تتندار. هذه هي الامور اللي راح تفصل. قولوا لنا رايكم، بارك الله فيكم.
يعطيكم الصحة. خليونا التعليقات تاعكم، الانتقادات تاعكم والآراء تاعكم. شكرا، بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة. تحياتي للجميع. ما تنساوش لايك للفيديو، اشتراك للقناة، راكم بزاف تشوفوا فينا مازال ما درتوش اشتراك، راكم تنساو على بالي. وما تنساوش بطبيعة الحال تفعيل الجرس كي نحطوا فيديو بإذن الله تلحقكم النوتيفيكاسيون اشعار وتدخلوا تخليونا رايكم انتم الاولين. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا، يعطيكم العافيه. تحياتي للجميع، سلام، يوم موفق.